اليوم قررنا نعمل ترند كبسة إلهام. من كترة ما شفنا الترند ده صراحة اشتهينا إنه نعمله، ما عشان نوريكم رأينا فيه، لأنه هي تبارك الله الترند ما كان مجرد ترند وخلص. بالعكس، هي ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك لها فيه وصلته لمطعم. ربنا يوعد الجميع بالنجاح اللي هو حابه، فاشتهينا إنه نجربها صراحة وقررنا نعملها. فهي سهلة شديد. هنقطع حوالي بصلتين لتلاتة شرايح بالطريقة دي، وهنحمرها كويس لحد ما يبقى لونها مايل للأشقر لدرجة البني. هننزل الدجاج بتاعتنا بعد ما غسلناه كويس، وكمان نقلبها كويس في البصلة لحد ما تاخد لون. هننزل صلصة كاملة وبهارات مشكلة. بهارات مشكلة دي ننزل بهارات كبسة، يعني أي بهارات مشكلة عندكم، بالإضافة للملح. هنقلبهم كلهم مع بعض لحد ما ياخدوا لون من بعض. هنضيف موية شوية، وهنخليها حوالي 15 دقيقة بس من غير ما نقفل حلة الطبخ، لحد ما نحس شوية دقاق إنه معانا استوى. بعد كده هنجيب الرز بتاعنا نغسله كويس وننزله على الصوص بتاع الدجاج. بعد كده هنغرقها موية، لازم نغرقها موية، دي أهم نقطة في الموضوع. بعد كده هننزل بشطة إذا حابين، ونقفل عليها نخليها 15 دقيقة وخلصت معانا. أهم حاجة في كبسة إلهام صراحة لازم يكون الكبسة غرقانة كده، يعني لازم يكون فيها صوص زيادة، ولونه يكون مايل للأشقر كده، يعني بني عادي. بصراحة كانت رهيبة شديد، وصراحة الترند بتاعها وصلها لمكان هي عايزاه، وربنا يوفقها يا رب. وكانت تجربة حلوة شديد، لأنه الكبسة بتاعتها سهلة زي ما انتوا شايفين، ومن غير ما توسخي كذا يعني من الأواني كتير، ورهيبة. صراحة كان طعمها مختلف ورهيبة، وطعمها يزيد ويبقى أحلى مع السلطة. يعني صراحة اللقمة بتاعت الأخيرة اللي بتعملها دي إنه سلطة معاها شطة، فكان هنا الطعم رهيب. طبعا هنا عمل لكم زوجي، ولازم طبعا هو يطوق أول لأنه هو العاملة. فصراحة كانت رهيبة شديد، وتسلم يدها وتسلم يد زوجي كمان، صراحة ما قصر عمل علينا، فكان متحمس شديد يعمل الترند ده. وربنا يوفق الجميع يا رب. يلا ما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد، وما تنسوا اللايك والشير. باي.